فكرة انك تاخد نصايح من حد عنده 22 سنة رقم مش كبير قوي وما تحسوش خبرة، كأن الموضوع مش فارق، بس في الزمن ده لا هو هيفرق قوي. انا منى، ولو حابين تشوفوا محتوى زي ده تاني انتوا عارفين تعملوا ايه. اول حاجة، الشخص اللي تعرفه بقالك كتير قوي ممكن يمشي في يوم، ده مش معناه ان هو وحش او انت بقيت اوحش، معناه ان انتوا ما بقيتوش شبه بعض، فطبيعي ان انتوا تبعدوا. محدش يبدا، ما تحطش نفسك في عقليه انك تلومه انت اللي بعدت فهو يلومك ان انت اللي ما سالتش، ونخش في نقاشات طويله قوي بيبقى الكلام ماشي اللي هو ايه، انا بحاول اغلطك علشان خلاص بقى نبعد، وان هو هو ده سبب الخناقه، ودي كتلكيك ان احنا نبعد وجايبينها بخناق، بدل ما نكبر ونكبر عقلنا وطريقه تفكيرنا وانه خلاص احنا ما بقيناش شبه بعض، فعادي ان الكلام يقل او العلاقه تنقطع. نكون برضو على وفاق من غير ان انا اتخانق او اقل من التاني، ده معناه ان انتوا ما بقيتوش شبه بعض. واللي انت تعرفه من امبارح ما تعرفوش انت مين، انت خليته مين علشان تحكي له انت مين. في الفتره القليله دي اوعى تنجرف ان حد ايه ده انت شبهي انت مش عارفه ايه. في حاجه اسمها البدايات الجميله، وان احنا بنجملها اكتر وبنرسمها بصوره حلوه في خيالنا، فبننجرف في الكلام وبنحكي كل حاجه، وانا اجيب موقف مني على ايه ده انا موقف حصل، هو يجيب موقف من عنده ايه ده انا حصل معايا نفس الكلام، ما هو اصل كذا فاهم ازاي؟ فما ينفعش مع اي حد تعمل كده. هو لو تمام عايز يعمل كده يعمل، لكن انت ما تعملش، مش معنى ان هو يدي يبقى انت تدي. تاني حاجة، ودي مهمة قوي، لما تفشل في حاجة او تقع في حاجة ما تخليش الفشل في الحاجة دي تخليك كأنك بتعيد من نقطة الصفر، تحس ان مستواك قل وان انت مش هتعرف تطلع تاني. بالعكس، شوف ان انت اللي طلعت الشغل الكويس ده قبل كده وتقدر تطلع منه تاني عادي. مش كل مرة بنعمل الحاجة صح، مش كل مرة لما بنضرب حاجة بتصيب، وبرضو علشان انت بعد الوقعة دي انت هتطلع شغل احسن من الاول، وتشوف الموضوع اصلا كتحدي بينك وبين نفسك، وبالعكس تكمل يومك عادي وتشوف ان ده تحدي بينك وبين نفسك، وان حل ملوش تالت، يا هتطلع يا هتطلع بعد الوقعة او بعد الفشل ايا كان. تالت حاجة، انك لما تقول حاجة تعملها. دلوقتي بيكون في نقاشات ما بين اتنين، والاتنين بيتكلموا بيتفقوا، وكل واحد مع التاني هو عارف ان اللي قدامه مش هيعملها، وده عارف ان اللي بيكلمه بيقول كده وخلاص عشان يجري الموضوع. طب بدل انا وانت عارفين ان احنا بنضحك على بعض بنضيع الوقت ليه؟ يعني زمان كان بيحصل هو واحد بس عارف وبعد كده بيعتذر، وبعد كده الموضوع تطور ما بقاش بيعتذر، وبعد كده الموضوع تطور بقى الاتنين عارفين ان محدش هيعمل كده والموضوع بيمشي. طب ليه تضييع الوقت؟ بالعكس، دلوقتي انت تبقى مميز، انت لما مش هتقدر تعمل حاجة تقول لا مش هقدر اعملها، او قول هقدر اعملها، ولما تشوف ان انت مش هتقدر تعملها ابعت رسالة حتى لو حاجة بسيطة خالص. تخيل، هقولك حط نفسك في الموقف ده، تخيل ان انت كنت بتتكلم مع واحد فعلا وطلع هو قد كلمته مش زي ما انت كنت متوقع. الموضوع لا، انا بعد كده مع الشخص ده انا لازم ابقى قد كلمتي لان هو بياخد الكلام جد. وبعدين اصلا ما طبيعي ان هو ياخد الكلام جد، هو مين اللي كان بيمشيه هزار في الاول؟ يعني حتى تعالى واجه الشخص ده كده هيقول لا ما هو عادي، يعني مين بقى بيعمل حاجة، او لا ما هو كنا بنتكلم يعني عادي ما توقعتش. طب يعني ايه بنتكلم عادي؟ برضو مين اللي جابه الهزار؟ بجد في حاجات كده بقت بتتحس انه خلاص لا مش تتعمل، حاجات بتتحس ان حاجات غلط، بس بتتحس اللي هو ايه خلاص بنمشيها عشان نمشي حالنا. تخيل حد مثلا كنت متفقين على حاجه وبعد كده بعت لك رساله واعتذر لك وقال لك لا مش هينفع ومش عارفه ايه، مش طنش. بجد بيبقى اسلوب مش اي حد بيتبعه، انت هتحس فعلا ان الشخص ده محترم، اللي هو يقول لك حاجه مش هيعملها هيعملها وبعد كده يقول لك يعتذر لك ان هو مش هيعملها. بجد دي حاجه كويسه قوي، احسن من اللي يطنش. رابع حاجه، لو في حاجه هتتكسف تعملها قدام الناس ما تعملهاش لوحدك. يعني مثلا محدش هيسرق قدام الناس، هيسرق لو محدش شايفه صح، بس لو اتقفش بيتكسف عشان هو كان بيعمل حاجة غلط. ده ابسط مثال. ففعلا لو انت حاسس انك لوحدك وحاسس انك عايز تعمل حاجة بس مش قدام الناس اللي هي اكيد حاجة غلط، ما تعملهاش لوحدك عشان افرض حد شافك. ليه تحط نفسك في موقف محرج؟ ومش بس كده، ده الاهم من ده، ان انت كده مش بتحترم نفسك. هو انت لازم تعمل الصح والحلو كله قدام الناس، لكن مع نفسك تعمل اي حاجة غلط؟ ده كده انت ما بتحترمش نفسك، انت بتحترم الناس بس. بلاش التفكير السطحي ده، فكر بشكل اعمق من كده. تخيل ان انت بتعمل اي حاجة غلط قدام نفسك، ما ده طبيعي، حتى دي من الحاجات اللي بتقول الى النهاية اللي الواحد مش واثق في نفسه، لانه واخد كل حاجة بشكل سطحي.
انا اهم حاجه بس محدش يشاور عليا او حد يعرف بينه وبين نفسه ان انا وحش او بعمل كذا كذا ويقول لغيره واللي تطلع عني بقى كلام او ابقى معروف بالطريقه الغلط دي او الوحشه دي. فعارف لو احترمت نفسك فعلا انت بتطلع طاقه ان انت شخص محترم، وبيبان عليك من قبل ومن غير ما تتعامل مع اي حد، تبقى متشاف كده، وبيبان شويه شويه في طريقه تعاملك مع الاخرين وانت مش واخد بالك، لان انت سيستمت عقلك اللاواعي ان هو بيتصرف بطريقه صح كده كده، بيتكلم بطريقه راقيه كده كده، مصطلحاته لطيفه ومحترمه كده كده، عشان انت معود نفسك وده الاسلوب اللي انت تستخدمه بينك وبين نفسك. لكن لو انت على طول في حاجات غلط بتعملها بينك وبين نفسك هتطلع لا اراديا لو انت مع حد. ليه؟ لان انت مش على طول هتبقى مركز انت بتقول ايه. يعني ايه مثلا لما حد بيجي يسلم على التاني يقول له ايه ده، ازيك، عامل ايه، وحشني، مش عارفه ايه، اخبارك ايه، تمام، كله تمام. الكلام ده احنا ما بنبقاش واعيينه، الكلام ده بنبقى حافظينه، لان انا قبل كده كنت في مكان على طول المكان ده بتردد عليه كتير، فالاقي الشخص بيرد على الشخص الالف بطريقه ب، ويرد على الشخص ب بطريقه ب، ويرد على شخص اكس بطريقه ب، ويرد على الشخص زد بطريقه ب. فاللي هو انت هو عشان هو خلاص حافظ السيستم، فانت لما تسيستم نفسك بطريقه غلط هتطلع بطريقه لا واعيه مع الناس انت بتتكلم ازاي واصلك ايه. فهمتوا قصدي؟ النقطه اللي بعدها انك تقول لا لو انت مش عايز تعمل حاجه، دي مش حاجه هتكسف اللي قدامك الا لو هو ضعيف ويقفش على طول كده. ايه ده، هو ازاي يقولي لا؟ يعني ايه ازاي يقولك لا؟ ما عادي يقولك لا، وانت عمرك ما تتكسف انك تقول لا. لازم تعود نفسك لو انت ما بتعرفش تقول لا او بتتكسف تيجي على نفسك. طب هو مين اللي هيساعدك ومين هيطبطب عليك ان انت بتعمل حاجه فوق طاقتك علشان خاطر حد؟ انت حتى لو حد جه طبطب عليك وبعدين الطبطبه دي ايه، شالت شويه من المجهود، هو هيجي يشيل شويه مجهود من معاك. فلو انت ما بتعرفش تقول لا لازم تعود نفسك، لان مفيش اكيد انت مش مستني حد يعودك. كويس قوي ان انا قلت النصيحه دي وفكرتها لك، لكن مش كل شويه حد هيجي يقولك ها عودت نفسك تقول لا ولا لسه. ما هو يا اما تتعلم تقول لا يا اما خلاص تعالى على نفسك بقى عادي، ما هو محدش كده محدش خسران غيرك. النصيحه اللي بعدها اوعى خاصه دلوقتي من هنا لقدام ما تقلش من نفسك عشان الهزار، ما تخليش نفسك موضوع الضحك او السخريه، عشان الهزار، عشان بجد الهزار في الاخر بيقلب بجد. انا شايفه امثله كتير قوي حواليا اليومين دول، فعلا الناس بقت هي نكته محور حياتها نكته، والنكته دي هي شخصيا. فاهمين ازاي؟ اللي بعدها ما تخليش الغريب ياخد عليك عشان انت مش هتاخد عليه. كمان لو انت ما بتعرفش لسه تقول لا او اللي هو ما بتعرفش حتى ترد، فحط نفسك في مواقف كتير في الشارع، اسأل، انزل اتحرك، مش وراك حاجة انزل اتعامل مع بني ادمين عشان تعرف هما بيفكروا ازاي، الدنيا البني ادمين بقت بتفكر ازاي، بتتعامل ازاي. ده غير لو انت متاخر ولسه ورا او اللي هو بتقعد في البيت كتير، فاللي هو يا نهار ابيض لو انت سايب نفسك كل ده. يعني انا اللي عملته مع نفسي من كام سنه ان انا بقيت برغم نفسي ان انا احط نفسي في مواقف وانزل في الشارع حتى لو انا مش عارفه الطريق اعمل ازاي وطريقه ازاي واوصل للحته دي ازاي، بس برضو كنت بسال الناس عشان اشوف لما اتكلم بالطريقه دي هيرد عليا ازاي، والشخصيه دي هترد عليا ازاي. ابص عليها كده من لبسها مثلا وشكلها واسالها اشوف هترد عليا ازاي، عشان اشوف الشخصيه اللي بتلبس كده، او اخد بالمظهر، ينفع اخد بالمظهر ولا لا. في ناس بتلبس كده وبتتكلم حلو ولا كلهم بيتكلموا وحش والعكس وهكذا. عايزه اركز مع الناس كلها، عايزه اعرف الناس بقت بتفكر ازاي، ايه اللي فاتني. فاللي هو انا كنت بنزل فعلا كتمرين، فاللي هو عشان مش عايزه اسيب نفسي كده، مش عايزه افضل متاخره، يعني ما اتمناش لنفسي ان انا ابقى متاخره، عايزه نفسي قدام مش عايزاها ورا. فاهمين ازاي؟ فما تسيبش نفسك. النقطه اللي بعدها البس حلو مهما كان انت رايح فين، حتى لو هتنزل تحت البيت مش لازم تتشيك والبس حزام وشراب وجزمه برباط وقميص مكوي وبليزر، ما بقولش كده، بس تلبس لبس يبان عليه ان هو شكله نظيف ومش الوان غريبه على بعض، لبس عادي، لبس يبان انه نظيف شيك محترم، مش بيجامه وبنطلون
وبنطلوني يبان عليه انه اي كلام، ولا قميص يبان عليه اي كلام. ايه يعني لما البس تيشيرت وبنطلون جينز بسرعه وخلاص الموضوع خلص، حاجه تحت البيت. وبالنسبه للبنت فستان او عبايه شكلها حلو، برضو الموضوع سهل. مهما كان طريقك اوعى تلبس اي حاجه، علشان تخيل لو في حد انت على طول شايفه بلبس حلو وعارف ان هو ساكن جنبك وشايفه تحت في السوبر ماركت وبرضه لابس حلو، ده اكيد هتبقى حط نفسك في الموقف ده، هتبص للشخص ده بنظره عامله ازاي، وتبص لشخص تاني بيلبس ساعات كده وساعات كده يقولك انا نازل تحت البيت هلبس اي حاجه. ما هو مش معنى ان هو كده منفض يبقى هو كده روش وما بيهتمش لكلام الناس. ماشي، هو حر ما بيهتمش لكلام الناس، بس شوف انت نظرتك هتبقى عامل ازاي مع الشخص ده والشخص ده. انا نفسي بصراحه مستحيل انزل بلبس اي كلام، والموضوع ده فعلا مؤثر مع ناس كتير قوي. فخدت بالي ان فعلا كده كده خلي بالك الناس بتاخد بالمظاهر، واللبس بيتكلم عن شخصيتك من جوه. يعني انت لو ما اتكلمتش لبسك بيتكلم بالنيابه عنك حتى لو انت ساكت. فشوف انت لبسك انت حابب يعبر عنك بايه. النقطه اللي بعدها، لو حد شتمك، زعق، قل منك في اي مكان، 2 حيلة الضعيف الشتيمة والصوت العالي. مش تبقى عارف، عشان الشتيمة والصوت العالي انا كده جامد قوي وبخوفك على فكرة، فخاف كش ارجع لورا، ما تعليش صوتك عليا، هعلي. فما ترميش الكرة في ملعبه عمرك وترد الشتيمة بالشتيمة او الاساءة بالاساءة او الزعيق بصوت اعلى. اوعى كده، انت بتدخل ملعبه، كده هو مستوى تحت، لانه خلاص اوريدي خلاص شتم وعلى صوته. ويا سلام بقى لو على موقف اي كلام. وعلى فكرة مهما حصل في الخناقات كلها اللي بشوفها في الشارع، انا بقعد اركز مع كل، يعني الفيديو ده من كتر ما بركز فعلا مع بني ادمين، لان انا في اليوم مش همر بالمواقف اكتر ما بشوف الناس كلها. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا واحد حصل له حادثة، واحد تاني اتخانق في الشارع، واحد عمل حركة كويسة مع حد عمل حركة وحشة مع حد. انا بروح الشغل، بتعامل، بركب مواصلات، بسلم على حد اعرفه، بتغدى مثلا، بروح مشاويري وبرجع. مش همر بالاربع مواقف مثلا اللي انا شفتهم دول، وممكن ما امرش بيهم فيهم عمري. فلكن لما اركز بقعد افكر، هو انا لو مكان اللي زعق، ومكان اللي اتزعق له، ومكان الشخص اللي عمل حاجه حلوه، ومكان الشخص اللي خد الحاجه الحلوه، مكان الشخص اللي عمل حادثه، ومكان الشخص اللي اتخبط، اللي خبط واللي اتخبط، ومكان الشخص اللي عمل حاجه وحشه واللي اتعمل فيه حاجه وحشه، فانا كده مريت ب8 مواقف غير المواقف اللي انا مريت بيهم في حياتي. فاهمين ازاي؟ فعشان كده بحب اركز مع الناس قوي. اسطوريه كويسه. انا وصلت لحد فين؟ دي بقى مشكلتي، انا نسيت انا وقفت فين. فهو قلب مستوى تقريبا كده، قلب مستواه. فهو هياخدك معاه تحت لو انت شايف ان ايه ده، انت بتعلي صوتك، انا كمان هعلي، انت فاكرني خايف منك ولا ايه؟ فانت عمالين تعلوا بالمستوى الشتيمه او بمستوى الصوت، ولكن في الحقيقه والواقع انتوا عمالين تنزلوا بمستوياتكم. هو اوريدي نازل، فانت ما تنزلوش علشان انت مستواك اعلى منه، وعلشان ما تدخلش ملعبه، ده غير ان ملعبه مش كويس. 3 لو هو شتمك مثلا بنوع حيوان، اي اسم حيوان، انت طبعا هتتضايق، انت ازاي تقولي كده وهتعلي صوتك؟ ما يقوله، ما الكلام ببلاش. اولا هو انت مصدقه؟ هو انت فعلا مثلا كلب؟ عفوا في اللفظ معلش، انت مثلا كده؟ لا، ليه تحسسه ان هو لما يقول حاجه تضايقك؟ لا، انت مفرقش معاك. 3 انت مش شايف نفسك كده. هو مين اصلا عشان تصدقه؟ بجد بقى، لا هو مين عشان تصدقه؟ يعني هو قالك كذا ماشي، وبعدين هو انا المفروض اتضايق؟ يعني هو انا كذا، هو انا الشخص الحاجه اللي انت وصفتني بيها دي؟ لا، اتضايق ليه؟ متوقع انك تعلمه الادب مثلا؟ ان انت مثلا لما تزعق وترد له الشتيمه بالشتيمه خلاص هيسكت، خلاص هيخاف؟ ازاي؟ ده هو اللي بدأ. كل ما بتتعصب كل ما بحس ان الشخص ده بيثبت الحاجه على نفسه اكتر. اخر حاجه، اللي يقولك حاجه ما تعجبكش سواء قاصدها او مش قاصدها، هزار او بتتكلم جد، المهم انها في نقطه ان هي مش عاجباك، ما تسكتش. علشان ساكت ليه؟ بجد ساكت ليه؟ مش هقولك فهمني ساكت ليه، لان انا متاكده انك اكيد مش فاهم انت بتسكت ليه. فياريت تفهم انت ليه بتسكت، وتقول وتفكر كده في اجابه منطقيه، وبعد كده تقولي. بجد عمرك ما تلاقي اجابه منطقيه. فانت ليه مكمل في حاجه مش منطقيه؟ ليه مكمل في حاجه مش معقوله؟ ليه بتكمل في حاجه مؤذيه؟
ولا انت بتسمع وبتطنش؟ انت ممكن تسكته بالادب وبالذوق عادي من غير ما تزعق. ده غير لو هو اصلا ايه مش بيتخانق معاك، اوريدي ايه عارف بيضايقك كده بكلام من تحت لتحت. اهم حاجه عمرك ما ترد الاساءه بالاساءه، لان انت المفروض هو شخص ما يضايقكش، ما يشغلش دماغك، هو عايز يدخلك ملعبه، فانت خليك ذكي وما تدخلش. بس كده. اتمنى النصايح العشرينيه دي ساعدت اي حد عشريني تلاتيني 5 ابتدائي. اهم حاجه والنصيحه اللي تشمل كل ده، دايما شوف نفسك عايز تبقى احسن حد تشوفه، مش لازم احسن حد في الدنيا، احسن حد حسب مقاييسك انت. طول ما انت بتفكر وعايز نفسك بالطريقه دي، كل ما انت هتطور في نفسك وهتشوف كل حته وتحط نفسك مكان وموقف اي حد تشوفه في الشارع، اللي هو انا ممكن لو كنت مكانه هتصرف ازاي. اللي هو بتحط نفسك في مواقف كتير قوي، كانك بتعيش كذا حياه، فبتضيف لنفسك، مخلي عقلك كل شويه يفكر انت ازاي ممكن تتصرف في المواقف الصعبه دي. عارفين ابسط حاجه لما نيجي نتفرج على فيلم وحد يكون بيغرق، في بعض الناس بتمسك نفسها، لو بتشوف هي ممكن لو هي مكانه هتستحمل كل اللي هو استحمله ده او لا. لما بيتعور بتحس ان هي كمان اتألمت. فليه بنضيعها في حاجات مؤقته وممكن هو عادي ايه كتبت نفسي شويه وخلاص، لكن الموضوع مش بيأثر عليا باقي حياتي، صح؟ شكرا لو كملتوا الفيديو لغايه الاخر، واشوفكم الفيديو الجاي.